طرون شوكولا تحضروهم في البيت بكل احترافية. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. راني جيت وجبت لكم معايا هذه الوصفة تاع لي طرون شوكولا. لو كان تجربوهم ما تولوش تشروهم من برا. عندي شحال من اللي حطيت هذه الوصفة في الانستغرام وجابت مشاهدات عالية. كان الفيديو مسرع، على ذاك طلبوا مني بعض المتابعين باش نحطها لهم بالتفصيل على القناة. تبعوا معايا الوصفة للأخير وأكيد راح تنجحوا فيها إن شاء الله. بسم الله. عندي هنا 600 غرام كريمة سائلة، نحطها في كاسرونة ونزيد عليها 30 غرام سكر ناعم ونخلط مليح بالفوي، ونحط الخليط نتاعي فوق الفرن حتى يسخن. عندي هنا 150 غرام شوكولا سوداء ذايبة، نحطها في بول ونضيف عليها الكريمة السائلة اللي كنت سخنتها من قبل. هنا ما نحطش الكمية تاع الكريمة السائلة كامل دفعة واحدة، لكن نقسمها على 3 خطرات. نحط شوية ونخلط حتى تندمج الشوكولا مع الكريمة، ومن بعد نبقى نضيف بالعقل ونخلط حتى نكمل كامل الكمية نتاعي. نصفيها في بول آخر باش تجينا ليس. نخلطها مليح باش نحي لها الفقاعات الهوائية، ونغطيها بابي فيلم اون كونتاكت، وندخلها للثلاجة على الأقل 6 ساعات. نروحو دوكا نحضرو البسكوي. نحط في كاسرونة 40 غرام شوكولا سوداء، 25 غرام كاكاو، 80 غرام حليب، و70 غرام زيت. نخلط كامل المكونات مع بعضها بالفوي ونحطهم فوق الفرن يسخنوا باش يندمجوا هذوك المكونات. عندي هنا 5 صفار، نزيد لهم 75 غرام سكر، نطلعهم بالباتور، نطلعهم بيان حتى نتحصل على هذا القوام. نحطه بجيه ونجيب الخليط السابق اللي كنت درتو يسخن، خليط تاع الشوكولا والكاكاو، نخلطه مليح هكذا ونحط فوقه صفار البيض بالعقل ونخلط. يولي هكذا بهذا القوام. نحيه من الكاسرونة ونديرو في بول ونحطو بجيه. نطلع 5 بياض بيض مليح بالباتور حتى يجيني هذاك لو باك واف. نزيد على هذاك الخليط اللي حطيته في البول 65 غرام فارينة ونخلطها مليح حتى تندمج جميع المكونات. نحط شوية من الخليط السابق فوق بياض البيض اللي كنت طلعته من قبيل، ونخلط غير بالعقل باش ما يهبطش معايا بياض البيض. ومن بعد نعاود نردو فوق الخليط تاع الشوكولا ونخلط مليح. هنا ما بانتش الصورة في الفيديو حتى نتحصل على هذا القوام. نحطه في سنيوة أبعادها 30 على 40 سنتيمتر وندخلو للفرن يكون مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق. شوفوا هنا بعد ما طاب نحيه من السنيوة ونحط فوقه بابي كويسون ونضغط من الفوق وهو هكذاك سخون. نضغط مليح باليد. علاه ندير هذه المرحلة باش نحي هذيك القشرة الفوقانية. دوك تشوفوا كي نحي البابي كويسون راح تلصق فيه كامل هذيك القشرة الفوقانية ونحيها. هنا نحي الأطراف تاع البسكوي كيما راكم تشوفوا ونقسمه على 3. نخرج القناش نتاعي بعد ما خليته ليلة كاملة في الثلاجة ونطلعه بالباتور حتى يشد روحه ويولي متماسك، ونخلطه بالماغيس باش نحيلو هذوك الفقاعات الهوائية. دوك نحط الطبقة الأولى نتاع البسكوي ونشربها شوية بالسيغو. هنا السيغو درت كاس سكر مع كاس ونص ماء.
درتهم يغلوا فوق الفرن لمدة 7 دقائق ومن بعد طفيت عليهم. من بعد ندير الكاناش ونحط الطبقة الثانية تاع البسكوي، نشربها بالسيغو، نشربها مليح، نحط الكاناش اللي يسيه بيان ونحط الطبقة الثالثة تاع البسكوي. هي العملية سهلة ما تستغرقش وقت، بسكوي كاناش بسكوي كاناش حتى نلحق للطبقة الثالثة. نشرب الطبقة الثالثة بالسيرو ومن بعد نديرو الكاناش اللي يسيها بيان من الفوق وندخلها للمجمد حتى تتماسك. دوكا نحضروا الكاناش اللي نديروه من الفوق. عندي هنا 100 غرام كريمة سائلة نحطها فوق الفرن تسخن. من جهة أخرى عندي 200 غرام شوكولا نواغ ذايبة. بعد ما سخنت الكريمة سائلة نحطها فوق الشوكولا ونخلط مليح حتى نتحصل على كاناش بهذا القوام. نحط الكاناش على السطح واللي يسيه بيان وندخلو يشد روحو شوية في الثلاجة ومن بعد نخرجوه باش نقطعوه. دوكا ننتقلوا لمرحلة الديكور. نروحوا نحضروا هذه الأوراق بالشوكولا. كيفاش خدمتهم؟ جبت هنا شوكولا أولي ذوبتها ودرت لها طومبيراج. من بعد حطيت في غدويد فوق طاولة العمل وغطست الموس في الشوكولا وبديت نشكل في الأوراق. دخلتهم للثلاجة قسمة شدوا رواحهم. نعاود نخرجهم وندير لهم هذه الخطوط بالموس باش تبان كي شغل ورقة. بعد ما تماسك عندي الكاناش قطعت دي ترونش على شكل مستطيلات. الطول نتاعهم 11 سنتيمتر والعرض 2.5 سنتيمتر. وفي الأخير نتحصلوا على هذه النتيجة، ترونش بزاف بنان ويحمروا الوجه. تحضروهم في قعداتكم ولضيوفكم. إن شاء الله تعجبكم الوصفة، جربوها وكتبوا لي في التعليقات. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.